ازاي تعرف ان عندك دهون حشوية وايه هي اصلا الدهون الحشوية؟ السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. الدهون الحشوية معناها ان احنا عندنا تراكم كبير للدهون داخل تجويف البطن نفسه، والدهون دي مش بتكون تحت الجلد زي الدهون اللي عندنا مثلا في منطقة البطن تحت الجلد، لا هي بتكون داخل البطن نفسها حوالين الكبد والطحال وحوالين الامعاء، وبالتالي الدهون الحشوية خطيرة جدا لانها دهون داخل تجويف البطن نفسه. اوقات كتيرة بيجي لنا مرضى في العيادة بيكون عندهم مشكلة زيادة دهون، وللاسف الدهون دي بتكون دهون حشويه. فاول سؤال، ازاي اعرف باختبار بسيط ان انا عندي دهون حشويه؟ اول حاجه ان احنا لازم نقيس محيط الخصر. لو محيط الخصر اكتر من 88 سم بالنسبه للستات او اكتر من 100 سم بالنسبه للرجاله، فده معناه ان احنا عندنا دهون حشويه. طيب ايه المشكله اصلا في الدهون الحشويه؟ الدهون الحشويه بتزود معدل حدوث الكبد الدهني، ان احنا يكون عندنا دهون كتيره على الكبد. كمان بتزود معدل الاصابه بالسكر من النوع الثاني. كمان بتزود معدل حدوث جلطات القلب او مشاكل القلب بصفه عامه. فالدهون الحشويه بتكون خطيره جدا ولازم نتعامل معاها جديا من خلال جراحات السمنه، لان للاسف عمليه شفط الدهون مش مناسبه تماما للدهون الحشويه. وبالتالي لو انت بتشتكي من زياده الوزن مع وجود دهون حشويه، لازم تاخد قرار العمليه بدري جدا عشان نتفادى مضاعفات اللي هي ممكن تسببها الدهون الحشويه. شكرا جزيلا لحضرتك.